السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم المشروع اللي راهو داير حالة هذه الأيام، مشروع الفطيرة ولا الكسرة المحشية بالثوم والفرماج بعجينة اقتصادية تجي مقرمشة من برا وخفيفة من الداخل وبزاف بنينة. هذا المشروع فيه دراهم وما يديلكمش كامل الوقت، بالأخص في الشهر الفضيل. كما نعرفوا أنه الشعب الجزائري في رمضان يولي ياكل بعينه قبل فمه. خليكم مع الوصفة. بسم الله على بركة الله. في قصعة كبيرة تكون عندكم نحتاجو 2 كيلات تاع دقيق رطب مع كيلة تاع فرينة. بالنسبة للمبتدئات كل كيلة يديروا ملعقة صغيرة تاع ملح. انا كعد عندي خبرة درت عيني ميزاني. نزيدو لهم ملعقة كبيرة تاع سكر مع ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز. هذه الملعقة تاع السكر هي اللي تخليكم الكسرة تجي حمرا من برا. وهذه المكونات الناشفين نبسوهم بربع كاس تاع زيت، بعد نبداو نخلطو غير بيدينا، نحاولوا ندخلو هذيك الزيت في العجين. شوفوا البنات، المكونات تاع هذه الوصفه جابوا لي قيمه 11 كريه تاع عجينه، وزن الوحده فيهم 200 غرام. هنا راح يتشكل لكم خليط شويه ناشف، نبداو نجمعوه فيه غير بالماء الدافي تدريجيا حتى تتلم لكم العجينه، تحصلوا على عجينه شويه طريه. وهذه العجينه ما تحتاجش بزاف دلك، يعني غير شويه تلقاوها تجمعت. البنات اللي وصلت معايا هنا نقول لها ما تنساش الصلاة على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننصحك تكملي الفيديو باش تشوفي الحشوة اللي راح نديرها لداخل في هذه العجينة اللي راح تدير لك مع الاخر كسرة بنينة. ننصحك تجربيها لولادك. هنا بعد ما جمعت هذيك العجينه كما قلت لكم ما تحتاج بزاف دلك يا ربي 5 دقائق برك. نبدا نقطعها ل 11 قطعه، كل وزن فيها كل كريه الوزن تاعها 200 غرام. نخليها تتحط بيد ما نروح نوجد الحشوه اللي راح نديرها لداخل ولا الشكشوكه اللي راح نديرها لداخل. البنات اللي جديده معايا في القناه نقولها مرحبا بك. هنا راح تلقاي معظم الوصفات اللي تحتاجيهم وتفرحي بهم اولادك. ما تنسينيش باشتراك باش تنضمي العائله تاعنا وتفعلي الجرس باش تلحقك اي حاجه جديده نحطها. وليك ديما معايا نقولها ما تنسانيش بجام وكومنتار شباب باش نستمر في تنزيل هذا المحتوى المفيد باذن الله.
بعد ما كورتهم مليح نخليهم يتحطوا ونغطيهم. نروح نوجد هذيك الحشو اللي راح نديره لداخل. نحتاج 2 حبات بصل كبار نرحيهم في الروبو. في مقلة نديرو شوية تاع زيت، نخليو هذاك البصل يتقلى. نزيدو لهم ملعقة تاع هريسة. بون بنات، هاد الهريسة خدمتها في الدار، اذا حبيتو الوصفة نحطها لكم، تجي بزاف بنينة وصحية خير ملي تشريوها من برا. واللي ما يحبش الحار هذاك من ذوق واختياراته، تقدروا ما ديروش الهريسه، مي كيما نعرفوا البنه كامل راهي في الحراره. نزيدوا لهم ملعقه تاع طماطم مصبره ونخليوها مع هذاك البصل باش تتنحى الحماضه اللي فيهم. بالنسبه للتوابل نديرو فلفل اسود مع الملح وفلفل احمر السباغ الحار، عندكم ميزانكم. مع 2 حبات تاع طماطم كبار مرحيين. كيما راكم تشوفوا البنات، هذا الحشو بزاف اقتصادي، يعني ما فيه لا دجاج لا لحوم. اي وحده فيكم تقدر تجربه. ما من اللي يحبوا يديروه كمشروع، ننصحكم تجربوه بالاخص في شهر رمضان الكريم، لانه باذن الله راح يكون مشروع مربح، ما تخسروش فيه كامل بزاف. مع الاخر نزيدو لهم سنينه تاع ثوم. انا نشتي نضيف الثوم في الشكشوكات اللي نديرهم، لانه تطلق البنه وكما نعرفوا مفيده للصحه وتقوي المناعه. ونزيدو لهم باطا ولا 2 تاع طون صغار. اللي تحب طعم الطون يكون طاغي دير 2، واللي ما تحبوش بزاف دير غير باطا وحده. انا استعملت هذا تاع الطماطم، تقدروا ما تستعملوا تاع الزيت. نروح لطريقة تشكيل هذه الكسرة، راح تكون بزاف سهلة بإذن الله. تجيبوا كرية من هذوك الكريات اللي شكلتوهم، تحلوها بالقنوط، يعني بالاستعانة بالقنوط تحلوها على شكل دوائرة. ديروا هذاك الحشو في النص الأول، ومن بعد ديروا لها شوية فرماج، اللي تحب الداخل الفرماج يكون ذايب. نطبقوها على 2 ومن بعد نقفلوها بصبعكم مليح، ومن بعد نزيدو نقفلوها بالفرشيطه. وهذيك اهم خطوه باش ما تتحلكمش العجينه كي تكونوا طيبوا فيها. وبلا ما نكثر لكم الهضره بزاف، اللي ما فهمتش التفاصيل راهم في الفيديو، كملي ركزي مليح باذن الله راح تكون سهله. وهكا بالوحده حتى نخلصوا الكميه اللي عندكم كامل. دركا مباشره نروحوا نديوها للطاجين اللي يكون سخون مسبقا على نار متوسطه، نبقاو ندوروا فيها حتى تتحمر من الجهتين.
وهذه هي النتيجة ما شاء الله. شوفوا غير بمكونات اقتصادية موجودة في كل بيت دارت لي هذه الكمية كامل ما شاء الله. يعني كما قلت لكم مشروع مربح بإذن الله، ننصحكم تجربوها ما من رمضان. تخيلوا البنات انه ترونش صغير من هذه الكسرة يتباع ب5000، يعني تقريبا كما هذا يتباع ب5000. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. دمتم في رعاية الله وحفظه. نتلاقاو في الفيديو القادم مع وصفة جديدة بإذن الله.